لما تشوف هاي الصورة عم تحس بشي؟ طيب هاي وهاي، رغم انه هدول الصور لأماكن مختلفة بس بيتشاركوا بنفس الشي. في شعور غريب بتعطيك اياها الصور، شعور الغياب، شعور الانتظار، شعور السكون، شعور مزعج كتير واحيانا شعور جدا مخيف. هذا الشعور طلع مو بس انت بتحس فيه. الصور كانت ظاهرة انتشرت كتير على السوشيال ميديا من سنتين. الناس صارت تنشر صور وتقول يا جماعة والله أنا حاسس بشي غريب، في شي غلط بالصور. والناس اللي عم تشوف الصور كانت عم تحس بنفس الشي. وبعد انتشرت نظريات كتير مثل إنه كيف في غرف خلفية لهي الأماكن، أو إنك ممكن تنحبس الأبد بدوامة لا نهائية وراء الحيطان. بس لا تخاف، كتير من هالأحاسيس اللي بتحسها من وراء الصور في إلها تفسير منطقي، مو خزعبلات وماسونية. هون بيجي مصطلح فينا نعرف فيه هاي الأماكن، وهو liminal spaces أو الفضاء الحدي. مشان نفهم شو يعني حدي لازم نرجع لأصول هاي الكلمة. كلمة liminal هي من أصول لاتينية، وباللاتيني limin معناها حرفيا هو threshold، عتبة. فبالتالي هو لما تكون بين البينين، لما تترك مرحلة من حياتك بس لسه ما وصلت للمرحلة الجاية، مثل مرحلة انتقالية هي الفراغ أو الفجوة اللي بين فترتين، وممكن تكون شي محسوس مثل الباب، أو عاطفي مثل الطلاق، أو حتى مجازي مثل صنع القرارات. ولأنه حدي يعني انتقالي، فالفضاء الحدي هو فضاء انتقالي، وأكتر شي ممكن يمثل هالشي هو السلالم أو المصاعد. هلأ أنت بالعادة بتمر على هاي الأماكن لكم ثانية من يومك، بس لو قضيت وقت كتير فيهم راح يصير المكان مخيف. بهذا الفيلم بنشوف واحد رايح على مقابلة عمل عادية، بيكتشف إنه المقابلة مو بالطابق السابع ولا الثامن، الطابق 7.5. بتشوف هون مثال كبير على الفضاء الحدي. مكان مألوف عليك بس فيه شي غلط، فيه شي مو ضابط وغريب. وهون وبكتير أفلام تم استعمال المصعد ليكون عبارة عن عتبة انتقالية بين العالم الطبيعي والعالم الخيالي أو الموازي اللي صانع الفيلم خلقه. من أكتر الأعمال اللي طبقت هالأفكار وبشكل رهيب هو مسلسل سيفرنس. راح أحكي لك شوي عن المسلسل بدون حرق وعد. ببساطة بيحكي عن شركة بتعمل عملية فصل لأدمغة لموظفيها، بحيث بيعيشوا حياتين مختلفتين، حياة داخل الشغل وحياة خارجها. بس هو مو عارف أي شي بيصير بالشركة، ولا عقله التاني مدرك لأي شي بيصير برا الشركة، وما عنده أي ذاكرة لحياته الشخصية. طيب مبدئيا المسلسل هذا متروس ترس بالأماكن الحدية الفاضية والواسعة. كل زاوية كاميرا مدروسة ليعطيك شعور الانعزال، خصوصا بين الشخص ونفسه. حتى شوف إتقان لاستعمال اللون الأبيض بكل مكان ليحسسك بالفراغ الكبير. سيفرنس هو أقرب شيء للي حكينا عنه بأول فيديو، الغرفة الخلفية والمتاهات والدوامة الغير منتهية. وصانع المسلسل استعمل نفس المبدأ بخصوص المصاعد، كان عبارة عن مرحلة انتقالية بين الشخص اللي خارج الشغل للشخص اللي داخل الشغل. رغم انه المثالين اللي عطيتهم ما كانوا أفلام رعب، إلا أنه بيورجونا ليش ممكن صناع الأفلام يستعملوها بأفلام الرعب. شوف تحفة كوبريك The Shining خير مثال. كل شي بالفندق اللي بالفيلم راح يعطيك شعور مزعج ومخيف. الممرات ضيقة كتير، الألوان يا كتير فاقعة يا كتير باهتة، وفي ممرات بتحس إنها ما بتودي لأي مكان. وحتى في نظرية عن إنه كيف هذا الشباك مو المفروض يكون موجود بفندق. الفندق صار له مهجور شهور هيك لحتى اجت عيلة ريفية تعيش فيه. وعلى فكرة في كلمة إغريقية بتوصف لما تكون بمكان فاضي مثل هذا، كينوبسيا، ومعناها الجو المخيف لمكان عادة ما يعج بالناس ولكنه مهجور الآن. أماكن نحن متعودين نشوفها مليانة بالناس، لما بتشيل الناس منها بتصير كتير غريبة، مثل المطارات بدون الزحمة والناس المتلبكة، المدارس بالليل بعد الدوامات، حتى الصور اللي انتشرت أيام الكورونا لأماكن بحياتنا ما شفناها فارغة. نفس المبدأ. لما نطلع عليها هيك رح نعرف إنه الحياة هي مجرد مساحة حدية واحدة كبيرة بين الحياة والموت. الأمر الحتمي إنه رح نمر بمساحات حدية كتير بحياتنا، نقاط فارغة، تنقلات، فترات من الفراغ اللي حتجهزنا للقادم.
لهيك المساحات الحدية جدا مهمة، لأنها بتشكلنا، وبالضبط خلال هاي الفترات الانتقالية اللي أحيانا قصيرة أحيانا أبدية بنجرب التغير. الغرفة هي مجرد غرفة، ومساحة حدية هي مجرد فراغ، ولكن نحن كبشر قادرين على إعطاء معنى للفراغ.